بس في فيلم رابع مصري كان نفسي ومنى العين ان انا اشوفه، بس للاسف كل الظروف وقفت النهارده قصادي ان انا ما اشوفوش، الحمد كل لله. الظروف ويا رب وانا دايما تقف. بحاول وعافر، بس للاسف ما عرفتش اشوفه. يا رب بس دايما برغم تقف. كده رغم كده هشوفه، يا رب برغم كده. الظروف دايما تقف قصادك انك ما تشوفوش. خلي بالك ان انا هاخدك معايا وهنشوفه طب بالاجبار وبالاكراه، هتشوفه معايا. مش هشوف. الفاميلي بيزنس لمحمد سعد. الفيلم الأعظم في تاريخ السينما المصرية والنسخة الأعظم من النسخة الكورية، فيلم باراسايت. الله، ليه مش عايز تشوفه؟ عشان الأسباب اللي أنا قلتها دي. أنا الصراحة بحب الأفلام الكورية جدا، تمام وما بخليش أي حاجة تتفوق عليها، حتى لو كان فيلم مصري طالع من بلدي. تمام. بس لا، ما بحبش كده الصراحة. يعني انا الفيلم ده هو من الاعلان، من البوستر، من الكاست، من طريقة محمد سعد السنة اللي فاتت، السنة دي ايا كان بقى، تقول لي دراما السنة اللي فاتت، كوميديا السنة دي، I don't care about that. I don't care ومش مهتم وفاكس وكل حاجة، وعارف انه تراش من قبل ما اخش. امال انت عايز تشوفه ليه؟ مش عارف، عيني دايما بتنجذب للتراش عشان اقدر الحلو. يعني هل مثلا من حلاوة الافلام السينما المصرية في اخر 7 سنين ناقص تراش؟ التراش المؤخرا كده في تراش معين كده، ليفل من التراش لازم تشوفه عشان تقدر الحلو. ما هو ده مش جيلتي بليجر. ما هواش جعفر العمدة. يعني هو افلام تامر حسني جعفر العمدة؟ دي افلام مش حلوة برضه. الفيلم سلم والتعبان 2 جعفر العمدة.